محي الدين ابو العز محمد. بنفسه يا باشا. فيلم خمسة محي الدين أبو العز بينتمي لنوعية الكوميديا ونزل في أواخر 2023 ولكن منزلش في مصر. الفيلم نزل في السينمات السعودية ومن السعودية على طول على النت، لسه نزل من كام يوم. ودي نقطة ممكن نعتبرها من المميزات، إن الحمد لله الفيلم منزلش في السينمات المصرية، ومن بطولة أحمد فتحي ومصطفى بوسريع وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف محمد عبد الخالق وأنيس بوجواري ومحمد يونس، ومن إخراج شادي علي. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن محي الدين أبو العز اللي لما بيجي يسافر بيلاقي نفسه ممنوع من السفر ومتهم بجريمة قتل، فبيقرر إن هو يهرب، وبتبدأ رحلته في إنه يدور على كل اللي أسمائهم زي اسمه علشان يعرف مين فيهم القاتل الحقيقي. وبتتوالى الأحداث عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة فكرة الفيلم لذيذة، وكان سهل جدا إن احنا نعيش مغامرة حلوة مع البطل لما بيبدأ يدور على كل الناس اللي اسمهم زي اسمه علشان يعرف مين فيهم القاتل الحقيقي. كمان كان ممكن الفيلم ياخد طريق السكتشات، وبالفعل هو عمل كده. بنشوف أكتر من سكتش جوه الأحداث، لكن الفكرة إن كل سكتشات الفيلم كانت مكتوبة بطريقة وحشة جدا، والكوميديا اللي فيها ما كانتش بتضحك. ضيف على كده كمان إيقاع الفيلم الممل. أنا خلصت النص الأول بالعافية واتفرجت على النص التاني بالعافية برضو، ما كنتش عاوز اتفرج عليه والله، بس لما افتكرت ان انا ضيعت جيجا في الفيلم ده رحت قاعد مكمل ومفيش مشكلة. تاني ميزة الأداء التمثيلي لأحمد فتحي ومصطفى بوسريع. الاتنين طول الوقت كانوا بيحاولوا ان هم يقدموا كوميديا حلوة، لكن للأسف الفيلم ما كانش مساعدهم خالص. السيناريو وكتابة الشخصيات كانت ضعيفة جدا، لكن اهو كانوا بيحاولوا وممكن يخلوك تبتسم مرة او مرتين. بس كده المميزات خلصت، نخش في العيوب. في رأيي الشخصي اللي خلى فيلم خمسة محي الدين أبو العز فيلم وحش هو الثلاث مؤلفين بتوعه. احنا كان عندنا فكرة كويسة وكنا ممكن نطلع بيها بمواقف كوميدية حلوة، وكمان اللي يغيظك ان الفيلم راح للمنطقة اللي كان مفروض يروح لها وهي منطقة السكتشات، لكن كل سكتشات الفيلم اتقدمت بأسلوب وحش جدا، والكوميديا كمان مش حلوة ومش بتضحك. وانت بتتفرج هيبقى واضح قدامك ان في استسهال وكروتة وكسل في كتابة الفيلم، ودي مصيبة. احنا عندنا 3 مؤلفين يعني 3 عقول، مفيش حد فيهم عارف يبتكر مشهد كوميدي حلو او عارف يكتب افيه كويس. امال حضراتكم بتعملوا ايه؟ امال انتوا مؤلفين ازاي من الاخر كده؟ مفيش حد خالص، 3 مؤلفين. والله طول ما انا قاعد بتفرج على الفيلم مستغرب ازاي مثلا مشهد زي ده 3 مؤلفين هما اللي كاتبينه، ازاي مثلا افيه زي ده 3 مؤلفين اتفقوا ان ده المفروض افيه يضحك الجمهور. دي بصراحة كارثة من كوارث الفيلم. الكوميديا ضعيفة جدا، تقريبا مفيش اي مشهد كوميدي في الفيلم عجبني او ضحكني. حتى الابتسامات اللي انا ابتسمتها طوال الفيلم كانت عن طريق احمد فتحي ومصطفى بوسريع، وممكن يكون ده اصلا ارتجال منهم. وبرضو اللي ضايقني قوي ان الفيلم كان فيه ضيوف شرف كنا ممكن نستغلهم بشكل كويس قوي. الفيلم ظهر فيه هشام ماجد، محمد جمعة، الفنانة الكبيرة ميمي جمال. ال3 دول كنا ممكن نقدم بيهم مواقف كوميدية حلوة، بس للأسف ما تمش استغلالهم خالص. المشهدين ولا المشهد بتاع هشام ماجد كان وحش قوي، ما فيهوش اي حاجة بتضحك. السكتش بتاع محمد جمعة فكرته نوعا ما حلوة، بس برضه ما تمش استغلاله. ففيلم خمسة محي الدين أبو العز عبارة عن فرصة مهدرة. عندك عندك فكرة كويسة، عندك بطلين بيعرفوا يجيدوا الكوميديا بشكل كويس سواء أحمد فتحي أو مصطفى بوسريع، لكن انت للأسف ما استغلتش كل ده تماما. اللي مضايقني قوي في الفيلم كمان ان الممثل محمد يونس، انا معرفش هو بقى اللي مشارك في الكتابة ولا لا، ولا ده تشابه اسماء. المهم يعني ان هو طالع بدور غريب قوي في الفيلم. طول الفيلم ما بيعملش غير حاجة واحدة بس، بيعمل كده. اي حد يجي يكلمه يعمل كده والله كده. انا هعرض لكم دلوقتي الصورة بقى. مش فاهم ايه ده، يعني مثلا لما تيجي مذيعة تسأله تقول له كلمنا حضرتك عن دورك في الفيلم،
فيقول لها والله انا بعمل دور صعب جدا. فتقول له طب احكي لنا كده عن الدور. فيقول لها انا طول الفيلم بعمل كده، بس ده حاجة صعبة. انا ممكن مثلا اعمل كده مرة بالصباع ده، ممكن اعمل كده مرة، ممكن اعمل كده مرة. والله يا جماعة انا تعبت والله. يعني الصبح فيلم لعبة شيطان، ودلوقتي خمسة محي الدين ابو العز. وبعدين ايه اسم الفيلم ده؟ ده اسم شارع فعلا. والله واحد صاحبي بقول له انا اتفرجت على فيلم خمسة محي الدين ابو العز، بيقول لي احلف هو ده فيلم؟ ده انا كنت فاكره اسم شارع. فالمهم كده العيوب خلصت، نخش في التقييم النهائي. تقييمي لفيلم خمسة محي الدين ابو العز هو 2/10، درجة للفكرة ودرجة لاجتهاد احمد فتحي ومصطفى ابو سريع. غير كده ما انصحكمش ان انتوا تتفرجوا على الفيلم. وطبعا اللي شاف الفيلم يا ريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. وفي النهاية يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. كان معاكم النهاردة بيدو صلاح، أشوفكم على خير، سلام.